بستخدم اقراص لازم احط ملح. الاقراص اللي انا بستخدمها فيها ملح وملمع، مش لازم احط. في ناس بتقول ان مع الاقراص لازم احط ملح عشان احافظ على الغساله. لا، ده مش مهم خالص، الا اذا انت عايشه في مكان الميه اللي فيه غير صالحه للشرب. لو الميه دي غير صالحه للشرب تماما يبقى لازم تحطي ملح، حتى لو بتستخدمي اقراص. ده عشان تحافظي على الغساله. ب 12000 جنيه، ما تفوتيش العرض ده، حرفيا جبار. بس بجد لو انت عندك مكان هاتي الاكبر، هاتي اللي عرضها 60 وهاتي الماركه اللي انت عايزاها. وطبعا يرجع للمسحوق اللي انت بتستخدميه. المسحوق اللي بتستخدميه لو نوع وحش هيكرهك في الغساله وسنينها، ولو ما بتعرفيش ترتبي الغساله صح برضه هتكرهي الغساله وسنينها. انا مرتبها غلط، فبالتالي المواعين بتطلع لي مش نظيفه. اهم حاجه قبل ما تقفليها تتاكدي، تزقي الرشاش كده اللي فوق واللي تحت بايدك، تتاكدي ان مفيش اي حاجه بتخبط فيه. ولو سمعتي صوت اي حاجه بتخبط فيه بعد ما الغساله اشتغلت، تفتحي الغساله وتشوفي ايه اللي بيخبط في الرشاش وتغيري مكانه. لان لو في حاجه بتخبط في الرشاش الغسيل مش هيتغسل كويس، لانه هيبقى بيجي في حتت وحتت لا. في بنوته بتسال بتقول هو البورسلين بيدخل فيها؟ البورسلين الساده بيدخل فيها، لو منقوش او في سيلفر او في جولد ممكن يقشر، فاضمن لك بلاش.